تحياتي على الهواء مباشرة وأسبوع جديد والعاشرة مساء. الأسبوع اللي فات الكل كان شايل هم مسألتين أساسيتين. طبعا كلنا شايلين هم الأيام الحاضرة والمستقبل، إنما كان في قضيتين هما اللي كانوا بيسببوا حالة من الفزع أو قلة الحيل، حتى ما كانش حد عارف فين الصواب. مسألة أمناء الشرطة ومسألة القضاء. أمناء الشرطة آخر خبر إنه تم فض اعتصام أمناء الشرطة من أمام وزارة الداخلية. أعدادهم كانت بتتضاءل يوم بعد يوم مع تفاوض من جهة منصور العسوي وزير الداخلية، وما بينهم أصبحت الأعداد قليلة جدا. آخر مشهد هو وجود أعداد كبيرة جدا من الأمن المركزي في وجود أعداد ضئيلة من أمناء الشرطة. أخلي المكان والمسألة شكلا تبدو منتهي، وفي ظل تطمينات من وزارة الداخلية لأمناء الشرطة بتفعيل كل ما تم الاتفاق عليه ووضعه في صيغ قرارات أو قوانين تضمن لهم حقوقهم وأن الأزمة تعدي. ده المشهد النهاردة احنا مصورينه قدام وزارة الداخلية، ويبدو فيه فعلا انه ما فيش اعداد من المحتجين او المعتصمين من امناء الشرطة. يا رب ما يبقاش الموقف ده يعني شكلي فقط، وانه يستمر، وانه يبقى فيه سياق محترم مضمون لا يهدد بتكرار مثل ما حدث. دي حاجة. الحاجة الثانية الخاصة بالقضاة. كلنا كنا عارفين ان يوم الجمعة في جمعية عامة للقضاة، جم القضاة من كل حدب وصوب، من معظم او من كل المحافظات، والتقوا جميعا. وكان فيه رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني، وكان فيه رئيس نادي القضاة. الحقيقة انه اللي حصل في الجمعية العامة ده يمكن يكون واضح بالنسبة للسادة القضاة، انما بالنسبة لنا احنا كان مش مفهوم قوي. يعني هل القضاة مستمرين في تعليق الجلسات ولا لا؟ المحاكم اللي مش هتتقفل القضاة هيمشوا فيها عادي، بمعنى انه اللي يسمع ويتفحص كلمة المستشار حسام الغرياني يفهم منها، بخلاف الصيغة التصالحية اللي كانت فيها، انه من واجب القاضي انه لا يمتنع عن عمله، وانه تعليق الجلسات هيبقى بس في المحاكم اللي بتتقفل عنوة. يعني انه يبقى القاضي مضطر اضطرارا انه ما يروحش الجلسة. تقرأ البيان النهائي في استمرار تعليق الجلسات. فالحقيقة احنا النهاردة بخلاف طبعا التغطية المهمة للجمعية الأهم في سنوات ماضية وقادمة، هنحاول نفهم من السادة القضاة والمستشارين هم ايه قرارهم النهائي وايه اللي حصل امبارح وتبعاته. هنشوف التقرير دلوقتي عن الجمعية العامة اللي حصلت امبارح، والفقرة الأساسية هتبقى مع قضاة ومستشارين ليفهمونا نظرتهم الأخيرة. جمعية عمومية غير عادية وأحداث درامية تزيد الأزمة بين القضاة والمحامين. هكذا كان المشهد أمس داخل دار القضاء العالي. نوعان من الناس يشاركون في هذه الأعمال القبيحة. نوع مأجور مدفوع، ونوع أعمى منساق، وكلاهما خاطئ. البداية كانت موفقة، فقد شهدت جمعية القضاة العمومية التصالح بين المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد السابق، واستمر النقاش بشأن مواجهة الاعتداءات على المحاكم وعدد من الملفات المهمة لساعات طويلة. ولما مس اللجنة القضائية المشرفة على النقاب من إهانات بالغة واتهامات طالت الشرف والذمة والاعتبار، توصي الجمعية العمومية لقضاة مصر بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين. وخرج القضاة معلنين استمرارهم في تعليق العمل بالمحاكم، كما تمسكوا بمشروع تعديل قانون السلطة القضائية وطالبوا بمقاطعة انتخابات نقابة المحامين وعدم الإشراف عليها، بعدما وجه بعض المحامين إهانات إلى القضاة. كل جمعية وافقت بالإجماع على تعليق الجلسات حتى يكون وتقوم الدولة بدورها كاملا في تأمين كل دور المحاكم تأمينا كاملا وشاملا. إن قامت الدولة بدورها وفتحت المحاكم منذ الغد وقبضت على المحرضين والمعتدين، سيكون قضاة مصر في خدمة هذا الشعب العظيم منذ صباح الغد.
يعني ايه سلطه قضائيه؟ هي الركن الركين في اي دوله تعطل اعمالها لمده 17 يوم ولا يحرك احد ساكنا، وحينما يخرج رئيس الوزراء ببيان باهت يستنكر فيه، يشجب ويستنكر. على الجانب الآخر كان العشرات من المتظاهرين قد تجمهروا أمام أبواب دار القضاء العالي مرددين هتافات تنادي بتطهير القضاء، وهو ما حال دون خروج المستشار أحمد مكي. ومع خروج القضاة حدثت بعض الاشتباكات التي سمع على إثرها دوي طلقات النار، حتى تدخلت قوات الأمن لتسيطر على الموقف. فوجئنا أن بعض الزملاء خارجين من دار القضاء العالي، فوصلتنا أخبار أن هؤلاء الزملاء ممنوعين من الخروج وبيتم الاعتداء عليهم من بعض الغوغاء والبلطجية. القضاة خلصوا جمعيتهم العمومية، خدوا قراراتهم، جايين خارجين فوجئوا باعتداء سافر من مجموعة من المجهولين مع مجموعة للأسف من المحامين، وقفلوا الباب وماسكين طبل في ايديهم وحاجات غريبة جدا. بعيدا عن نبرة التحدي التي يتحدث بها الطرفان، يحتاج جناح العدالة إلى تدخل العقلاء في هذه المرحلة المهمة من أجل المحافظة على ركن مهم في الوطن وهو العدالة. أمير حسام، 10 مساء. بالظبط زي ما قال أمير، بعيدا عن نبرة التحدي هتكون حلقتنا النهاردة. الحقيقة حلقتنا النهاردة مش هنتعامل معاها على إنه في خصمين وإنه في طرف وطرف مضاد، لا، إحنا النهاردة بنكلم السادة قضاة مصر. كيف يكون الحل؟ أيا كانت الملابسات، وطبعا في بيانات مضادة واستخدام السلاح ومن قبل بعض القضاة سوء طلقات يعني في الهواء وقفل محكمة بني سويف. مش هو ده مربط الفرس. مربط الفرس دلوقتي ما بيقولش تأجيج أي صراع أيا كان المخطئ والمصيب فيه. مربط الفرس هو كيف تكون الرؤية. قضاة مصر النهاردة هم مش بس قضاة على المنصة وفي المحاكم، لا، هم دلوقتي في ايدهم قرار مهم للدولة وللشعب وللوطن. كيف سيكون القرار ده مضمون النقاش اللي هيكون معانا النهاردة بإذن واحد أحد. بعد الفاصل هيكون معانا تفاصيل وصور كثيرة جدا لأحداث تحدث من حولنا. عندما تحضر الدولة أو عندما تريد السلطة أو عندما تقرر السلطة، دي كلها عبارات تلخص اللي حصل يوم الخميس في منازل بيت العيلة اللي في 6 أكتوبر. يعني يوم الاثنين في بلطجية احتلوا حوالي 1000 شقة وأمنوا نفسهم ومولوتوف وظبطوا كل حاجة والحقيقة ما كانش فيه كل المحاولات لإخراجهم من المساكن اللي هم احتلوها بقت بالفشل. لما الدولة أرادت ولما السلطة أيقنت إنه ده دورها وإن هي لازم تعمل ده، 30 مدرعة طلعوا و50 عربية أمن مركزي ذهبوا إلى الموقع وإلى المكان المحدد وأخلوا المساكن بشكل كامل من البلطجية، وقدروا يجيبوا المقاولين عشان يقفلوا العمارات وطهروا المسألة خلال ساعات. صحيح إنه المسألة ما كانش سهلة وإن البلطجية اتعاملوا مع الموقف بشدة، إنما هناك إرادة وهناك سلطة تعرف أن عليها إقامة القانون وحماية الأملاك. عاد الهدوء ليسود شقق مشروع بيت العيلة بمدينة 6 أكتوبر مرة أخرى بعد 3 أيام من استيلاء مجموعة من الأفراد على 1600 وحدة سكنية ليست من حقهم ورفضهم الخروج منها، حيث قامت الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة بحملة كبيرة داهمت المساكن في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس الماضي، ولجأت إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإجبار الأشخاص الذين استولوا على الوحدات السكنية على إخلائها بالقوة بعد رفض كثير منهم تركها. وألقي القبض على 17 منهم وضبط عدد من الأسلحة بحوزتهم، وأصيب 4 آخرون في أثناء المواجهات. حصل إن في مجموعة ممن ليس لهم الحق
في حيازة الشقق دي دخلوا على المكان ده، في حوالي 15 عمارة هنا، وكانوا أقاموا فيهم بدون وجه حق، وتم التوجه للمكان وتم التنبيه على الناس شاغل العقارات دول ممن ليس ليهم أحقية بالإخلاء. الأهالي اللي طلعت، اللي محتاج شقة واللي قاعد مع أبوه واللي قاعد مع عمه، كله دخل عائلات أسر قعدوا فيها على أساس إن إحنا نقعد فيها نحميها والوزارة تدهنا. هم اقتحموا المكان، كانت الساعة 5 المغرب، يعني كان النهار لسه طالع، جم بقينا سامعين دبدبه على الشقق، بيكسروا برجليهم البيبان، دخلوا وحطوا عليها اقفال وحطوا حاجتهم وقعدوا، ما فيش مشكله. فوجئنا في يوم السبت بالليل ان في ناس دخلت الشقق بتاعت بيت العيله، وبيقول ان الشقق ديت مالهاش اصحاب ومش متخصصه لحد، فده من حقنا، ناس بلطجيه في الاول. الخبر انتشر في الحي ان في شقق بتتفتح ومفيش اي مقاومه من لا جيش ولا شرطه، فالناس كلها دخلت، ناس غلابه، ناس ما عندهاش شقق ايا كان، بس ده مش حقهم. بيت العيله دي مشروع ارضي ودورين بس، المرحله الثالثه والرابعه لغايه الخامسه والسادسه. في ابتدوا يدخلوا بقى على العماره، بقى اللي يدخل من اول شقه تحت يروح جايب الواح خشب كبيره بتاعه التسليح دي، ويعمل علامه اكس على العماره كلها من تحت، ويدخلها وبيقف بالسيوف ومعاهم معبيين ازايز مولوتوف وبيخبطوا بيها، يضربوا بيها بعض، هم بيضربوا بعض منهم فيه. مشروع بيت العيلة بمدينة 6 من أكتوبر مخصص لمحدودي الدخل، وقد تم الانتهاء منه عام 2009، لكنه لم يسلم إلى جهاز مدينة 6 من أكتوبر حتى الآن، ويقوم بحراسته أفراد من شركات المقاولات التي قامت بتنفيذه، مما شجع الخارجين عن القانون على اقتحامه. لتعتزم مديرية أمن الجيزة إقامة نقطة أمنية على رأس كل مشروع سكني جديد في مدينة 6 من أكتوبر، مزودة بالكبائن والأفراد المسلحين للتصدي للبلطجية الذين يقتحمون الشقق السكنية في المشروعات السكنية الجديدة. البلطجة تتحول شيئا فشيئا إلى عمل منهجي واسع الانتشار، وهو ما يستدعي ليس فقط مواجهة أمنية، وإنما معالجة لأسباب بعض هذه الأحداث. فلا مبرر لأن يغتصب أحد شقة ليست من حقه، لكن من حقه أن يكون له بيت يؤويه. يعني المسألة واضحة، السلطة هي اللي منوط بها حماية الناس وحماية الممتلكات، ولما بيبقوا عايزين بجد ان هم يمسكوا بزمام الامور عن حق بيحصل. انما حالة الغموض اللي احنا كنا عايشينها وما زلنا عايشينها برضو مش فاهمينها. دي حادثة صغيرة او موقف صغير، لما كان في إرادة الموضوع انتهى. عايزه اقول لحضرتك حاجه، انه احنا قبل الهوا بساعات كان في بلطجيه تاني رجعوا لنفس المكان، بس المره دي باسلحه آلية، وحصل معركه ما بينهم وما بين اللي موجودين من الشرطه والجيش، وقبضوا على البلطجيه ومنعوهم من اعاده اقتحام الشقق اللي هم اخرجوا منها. المساله مساله اراده وعزم، احنا عايزين نعمل ايه في البلد دي وبنعمله، مش ننفض ايدينا من كل المشاكل ونقول اصل فئات الشعب بتتصارع، او بنناشد الشعب وكأنه الإدارة أصبحت إدارة بالمناشدة. نموذج اهو واضح وضوح الشمس.